حبايبي الغاليين وحشتوني كتير. النهارده جايه لكم باحلى واجمل صينيه سمك. هنعمل النهارده صينيه سمك في الفرن، طعمها جميل جدا بالخضار، طعم تحفه. وهقول لك كمان بديل الفرن لو انت ما عندكش فرن، وتعملي زي صينيه السمك وتطلع بنفس الطعم والجمال اللي انت شايفاه ده من غير فرن. يلا بقى، لو اول مره تشوفيني يسعدني ويشرفني انك تنوريني وتعملي لي احلى اشتراك من ايدك وتحطي لايك للفيديو. ويلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا مع بعض في احلى واجمل سمك. انا هنا عندي السمك المكاريلي اللي انتوا شايفينه ده، كيلو سمك اللي هو سمك التونه. طبعا دوت انا بجيبه بعمل بيه تونه على طول. هجيب الكيلو الواحده حوالي نص كيلو زي ما انت شايفه كده. غسلتها كويس ونضفتها، ولازم افتح الفتحات دي. طبعا ما تفتحيش فتحه ولا اتنين، لا زي ما انت ماشيه كده بسلسله الظهر كلها. كل ما بتفتحيها كل ما بتشرب في التتبيله وبيكون طعمها احلى جدا. والطعم كمان لما بتحطي فيها الثوم بيكون لذيذ جدا. ولازم كمان تحطي فيها الليمون والخضار بتاعنا وكل حاجه في السمكه بتاعتنا كده عشان يكون طعمها جميل. انا هنا بقى عملت الاتنين بتوعي زي ما انتم شايفين كده، وكمان هحشيهم دلوقتي معاكم فلفل وتوم. الطريقه دي مختلفه والطعم هيبقى تحفه جدا. واهم خطوه انك تحطي في قلب السمكه بتاعتنا التوم والفلفل. لازم طالما سمك يبقى توم، ما ينفعش نحط حاجه بدل التوم جوه في قلب السمكه. وكمان نحط في الفتحات دي عشان السمكه بتاعتنا بعد ما تستوي يكون طعمها حلو. لان هنا الخضار بتاعنا مش هيخش جوه الفتحات دي، هو التوم هو الاساس معانا. حبيبه قلبي بقى، لو انت بتتفرج عليا ووصلتي معايا لغايه هنا، ما تنسيش اختك حبيبتك تحطي لي احلى لايك من ايدك، وتكتبي لي كومنت حلو وتقولي لي حبيبه قلبي بتتابعني منين. انا عايزه كل اللي بيتفرج على الفيديو دوت يكتب لي تعليق حلو كده وجميل من ايديه. تسلم لي ايديكي قبل ما تفكري، قبل ما تكتبي لي كمان. تسلم لي ايديكي لو انت لسه بتكتبي لي التعليق بتاعك وتقولي لي انت بتتابعني منين. طبعا دي حاجه بتفرحني وبتشرفني جدا، اللي انا اعرف حبايب قلبي بيتابعوني منين. تتبلنا بقى السمك بتاعنا، وهنيجي بقى في صينيه، في طاسه، في اي حاجه عندك، بايركس مش بايركس اي حاجه عندك. وهنزل بالبصل بتاعنا. البصل بتاعي مقطعه هنا شرايح زي ما انت شايفاه كده. التقطيع بتاعي بيكون رفيع، ما ينفعش تقطعيه تكون اعرض من كده. لو اعرض من كده مش هيستوي معانا السمك بتاعنا، ما بياخدش وقت على النار. وانزلي بحبه فلفل اسود، وكمان هنا في حبه ملح معرفش راحوا فين، بس هنا في حبه ملح ابيض وحبه فلفل اسود عشان هنا اخلي البصل معايا يدبل. هنا الثوم قصدي الفلفل الاسود والملح بيخلي البصل معايا يدبل بسرعه. هنا بقى فلفل احمر على فلفل اخضر على طماطم على فلفل اصفر، وهنزل بيهم. طبعا الفلفل دوت بيكون حراق اللي هو الفلفل الاخضر، مع الفلفل الالوان اللي هو بيبقى مسكر شويه كده، بيدي طعم لذيذ جدا. الطعم يا جماعه تحفه 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 بجد. الطريقه جميله جدا وجربيها وبجد هتعجبك. قلبتهم تقليبه كويسه عشان هنا الملح بتاعي لازم نقلب تقليبه كويسه، الملح والفلفل الاسود مش عايزين اكتر من كده. وهنزل بعد كده بالسمك بتاعنا. انا هنا هنزل بالسمك بتاعي، وفي خطوه في الفيديو ما جابهاش. السمك اللي خدت حبه خضار من نفس الخضار اللي انا عاملاه دوت ودخلته في بطن السمكايه. طبعا هنا ما اعرفش هي ما جاتش ليه، بس انا هنا دي اختياري مش اجباري، يعني ممكن تحطيها كده مفيش مشكله، او ممكن تجيبي حبه خضار وتحطيهم في قلب السمكه من جوه. تمام تمام. متفقين لغايه هنا؟ متفقين. هجيب هنا بقى دي حاجة هتخلي السمك بتاعنا في حتة تانية، هيخلي لونه جميل جدا وكمان شكله حلو قوي. هنا معلقتين كاتشب. طبعا لو عندك كاتشب، عندك صلصة، معلقة صلصة اللي هي العادية، عندك تبس رمان، اي حاجة موجودة عندك لونها احمر كده، تحطي عليها نقطتين زيت وتقلبيهم تقليبة كويسة وترشيهم على وش السمكة من فوق، بيدي لون احمر كده وحلو، وبيخلي السمكة بتاعتنا شكلها جميل. طبعا لو انت ما عندكيش مفيش اي مشكلة، هتحطي نقطتين زيت وخلاص على كده مفيش مشكلة. بس النقطة ديت مهمة جدا بتخلي السمك شكله حلو. طبعا لو عندك ضيوف كده عشان تخلي الشكل لذيذ. ما عندكيش ضيوف مفيش مشكلة، استغني عن الخطوة خالص. هنا بقى الخطوه دي انا عملت مره، وبعد كده حطيته جوه الفرن، وبعد كده لما استوى معايا نص سوا رحت عملته تاني بحبه الكاتشب كمان تاني. طبعا زي ما قلت لك مفيش اي مشكله لو انت عايزه تستغنى عنها. ورش هنا حبه زيت كده عشان يدونا لمعه حلوه، وعشان الزيت كمان يدي طعم حلو للخضار، لان احنا عندنا هنا السمك بتاعنا دوت ما بينزلش ماده دهنيه، فمفيش ماده دهنيه خالص للسمك بتاعنا. انا هنا ما عنديش فرن، اعمل ايه؟ هتحطيه على نار البوتاجاز وتغطيه وتتابعيه كده، تعلي عليه النار، تولعي عليه النار بس ما تعليهاش قوي عشان ما يتحرقش منك. وتتابعيه مجرد 10 دقايق هيستوي معاك وهيبقى زي الفل زي ما انت شايفاه كده. انا هنا سبته في الفرن مجرد 10 دقايق استوى معايا. السمك بتاعنا هنا ما بياخدش وقت خالص زي ما انت شايفاه.
بص بقى الخضار بتاعنا مع لون الصلصه بتاعتنا الكاتشب اللي احنا حاطينه مخلي السمكه بتاعتنا شكلها جميل جدا، والطعم كمان تحفه. لو وصلت لغايه هنا بقى ما تنسيش اختك حبيبتك تعملي لي احلى اشتراك من ايدك، وتحطي لايك للفيديو، ويا رب الفيديو يعجبك. باي باي.